نقلت وكالة أنباء كويتية عن مصدر مطلع تفاصيل الرد القطري على مطالب دول الحصار الذي تم تسليمه لأمير الكويت الشيخ صباح الصباح عن طريق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقالت وكالة أنباء انفرادا إن قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية. وأضاف الوكالة في تغريدة أخرى أن قطر أكدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة. ولفتت إلى أن قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية. وتحدثت عن نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب. وفي 5 يونيو حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا فاصل منقوط لاتهامها بدعم الإرهاب. ونفت قطر صحة اتهامها بدعم الإرهاب، واشددت على أنها تواجه حملة بافتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وقدمت الدول الأربع في 22 يونيو حزيران الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها. انتهت منتصف ليل الأحد، وجرى تمديدها 48 ساعة. ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وأعربت عن استعدادها للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.